هقول لك على نظام غذائي ممكن يخليك تعيش اكتر من 100 سنه. كمل معايا الفيديو عشان تعرف النظام اللي هيظبط لك الفورم. في قبيله موجوده في مكان معزول وسط جبال باكستان اسمها قبيله الهنزه. الجيم بصراحه بيسقف لهم لان الناس دي صحتهم زي الفل من غير بروتين شيك ولا كرياتين. لو عايز تعرف ازاي صحتهم بومب كده انا هقول لك. اول حاجه الناس دي بتمشي كتير قوي لمسافات طويله، بيمشوا في الجبال وفي الزراعه وده بسبب طبيعه حياتهم. تاني حاجه معدلات الاصابه بامراض زي السكر والقلب والسرطان تقريبا مش موجوده. تالت حاجه اي مرض عندهم اعشاب طبيعيه بيستخدموها بدل الادويه وعندهم معرفه قويه جدا بالنباتات الطبيه. رابع حاجه بياكلوا نظام غذائي بسيط جدا، خضار وفاكهه طازه، مكسرات وحبوب كامله، واللحمه اقل حاجه بياكلوها، ولو اكلوها بتبقى من الحيوانات اللي هم مربيينها وضامنينها. خمسه الفاكهه الاساسيه المشمش والبرقوق بياكلوه بكميات كبيره جدا، والمشمش تحديدا مليان بمضادات اكسده قويه جدا بتحمي الجسم من الامراض وبتقوي المناعه. سته الالبان بياكلوها بشكل معتدل، يعني مش كل يوم بيشربوا ايس كوفي. سبعه المناخ هناك منعش ومعتدل وده بيخليهم دايما عندهم نشاط وبيتحركوا. اخر حاجه واهم حاجه ان هم منعزلين عن العالم خالص، يعني الانترنت مثلا لسه داخل عندهم من سنتين. قبيله الهنزه مش بس عايشه كتير، دي عايشه بصحه وكمان مبسوطين. السر هو اللايف ستايل، نمط الحياه بتاعهم هو اللي حماهم من الامراض وهو اللي ممكن ينقذك انت كمان لو بطلت تفتح الثلاجه كل يوم بعد الساعه 2 بالليل. وقول لي في الكومنتات ايه اكتر عاده صحيه نفسك تلتزم بيها، وما تنساش الفولو عشان هنكمل وندور على اغرب الشعوب في العالم.